تتذكر أول مرة شفت فيها باب الحارة؟ يمكن كنت قاعد مع العيلة، ريحة الأكل بالشهر الفضيل وصوت شارة المقدمة تبع المسلسل صاروا جزء من الجو العام برمضان. بس شو اللي خلى مسلسل عن حارة قديمة يصير جزء من حياتنا؟ ببساطة باب الحارة مو بس مسلسل، هو حالة، حارة صغيرة بدمشق بس سكنت قلوب ملايين البشر. بلش بسنة 2006 مع المخرج بسام الملا، ابن الحارات القديمة اللي كان حابب يرجع صورة الشام تبعنا من الأصالة للنخوة للرجولة، والنتيجة إنه عمل أسطورة اسمها باب الحارة. بس هل فعلا كانت الشام هيك زمان؟ ولا المسلسل أعطانا صورة خيالية عن الماضي؟ باب الحارة بدور بزمن الاحتلال الفرنسي، يعني بحوالي عشرينيات القرن الماضي. بهديك الفترة كانت سوريا عم تمر بظروف قاسية، من احتلال لفقر لنضال لمقاومة. بس المسلسل ما قدم التاريخ مثل ما صار فعليا، قدمه مثل ما الناس بتحب تتذكره، أنا وأنت وأهلنا، رجال قبضايات، نسوان طيبين، وزعيم عادل وحكيم وعقيد ما بيرضى بالظلم. فلهيك صار التاريخ أسطورة مو وثيقة. طيب ليش الناس حبوا لهالدرجة؟ ليش صار شيء أساسي برمضان ما بينتهي؟ هديك الفترة اللي طلع فيها باب الحارة كانت الدراما العربية مليانة بس قصص عن خيانة ومؤامرات وشغلات ما بتناسب المجتمع تبعنا. إجا باب الحارة ورجع الناس لبساطتها، جار بيحمي جاره والنسوان تتعاون والرجال بتوقف وقفة واحدة مع بعض. يعني بالمختصر الناس لقوا في شي مفقود عندهم اللي هو الحنين للماضي، حنين لزمن ما عاد موجود بس بيتمنوا إنه يرجع. طيب تتذكر أول مرة شفت فيها العقيد أبو شهاب؟ وقتها كلياتنا تمنينا نكون مثله. الشخصيات بشكل عام كانت محبوكة جيدا، أبو عصام الطبيب الحكيم، حلاق الحارة اللي بيحل مشاكل الكل، أبو شهاب اللي ما بيرضى بالغلط بنوب، أب بدر الطيب الأهبل، النمس الخبيث، مأمون بيك الخاين. كل شخصية بالمسلسل كانت تمثل شيء من داخلنا، كبرياء، الطيبة، المكر، الوفا، يعني صاروا مثل رموز أساسية. وحتى الناس في ذيك الفترة صارت تقتبس كلامها من نصوص بباب الحارة، مثل كلامه بشهاب شكلين ما بيحكي، وكلمة أبو عصام يخرب بيتك من حالك. بس الغريب إنه الحارة بالمسلسل كانت أنظف من الحقيقة. دمشق بهديك الفترة كانت مليانة فقر وصراعات سياسية، بس المسلسل عرض دمشق المثالية، أو مثل ما حب المخرج إنها تكون، أو مثل ما تمنينا كلياتنا إنها تكون. يعني المسلسل خلق يوتوبيا الشام، بس كانت حلم مو واقع. يعني الناس حبت باب الحارة مو لأنه عاشت بهالأجواء نفسها، بس لأنه تمنوا إنه يعيشوها. طيب وين الحقيقة بالتاريخ؟ وهل فعلا كان في صور مثل ما شفنا بالمسلسل؟ في بعض الأجزاء وخاصة بالجزء الثالث شفنا إشارة للثورة السورية الكبرى سنة 1925 بقيادة سلطان باشا الأطرش. كانت كتير في مشاهد بتحكي عن مقاومة الفرنسيين ودور النساء بهديك الفترة، بس ما غاصوا بعمق بهي الأحداث، لأنه الهدف كان يلمس العاطفة الوطنية ما يلمس التاريخ، أو ما كانوا مضطرين أنهم يوثقوا التاريخ بدقة. بس وبعدين شو صار؟ ليش الناس فجأة بلشت تمل؟ بعد الجزء الخامس بلش التكرار بالمسلسل، نفس القصص، نفس الحارات، شخصيات بتروح وبترجع لها كيف المخرج. وقت الناس حسوا إنه الحارة فقدت روح، الحارة اللي حبوها، صار مسلسل باب الحارة مثل أي شيء عم يتنعاد ويتكرر من أول وجديد. في ناس كتير بطلت تشوفهم بعد هالجزء، بس في ناس لحد تاريخ اليوم ما بتعرف تاكل وجبة الأكل تبعها إذا ما فتحت باب الحارة وتفرجت. تعرف إنه في ناس بتكرهوا لهذا المسلسل، حرفيا بتكرهوا كره، لأنه بيعتبروه إنه هان للشام. في فئة كبيرة من النقاد شافوا إن المسلسل رجع المرأة للمطبخ، وعند الرجال الشرف صار بالسلاح مو بالأخلاق. يعني بدل ما يكون مسلسل عن الأصالة صار متحف للتقاليد القديمة. وفي كتير تقاليد كانت بهذا المسلسل أساسا ما كانت موجودة عندنا بالشام، وكتير من أهل الشام بيعرفوا هالشي. بس لو نغوص أعمق شوي بنفكر إن المسلسل أساسا كان عن شي تاني كليا. باب الحارة مو عن الفرنسيين، ومو عن حارة قديمة نسيها الزمن، هو كان عبارة عن توثيق لهوية كنا خايفين إنها تضيع مع مرور الزمن. لهيك بتلاقي عالم لحد هلا عم تتابعه. الناس وقت بيحسوا إنه العالم عم يتغير بسرعة بيحبوا يرجعوا لزمن فيه كل شي بسيط. خلص تركيبة المجتمع معروفة، زعيم، العقيد، حكي النسوان تبعات الحارة، رجال الحارة، فزعتهم لبعض. أيام ما كانت الحياة كلها بسيطة، يعني الحارة كانت رمزية مو أكتر، ملجأ نفسي من فوضى الواقع. لهيك الناس حبتها وبلشت تنفر منها وقت صارت فيها كتير تكرار. وراء الكواليس القصة أغرب من اللي شفناها على الشاشة. بعد 2011 المسلسل دخل بدوامة كبيرة، وممثلين كتار تركوا سوريا بسبب انقسامات سياسية، شركات إنتاج اختلفت، وصار في نسخ من المسلسل نفسه. واحد منها
وحدة من النسخ بتكمل المسلسل وواحدة تانية بتكمل المسلسل بحارة جديدة. شفنا أكيد هالشي كلياتنا. حتى الجمهور وقت ضاع أي باب الحارة هو الحقيقي اللي ربينا عليه. الناس صارت تقول هذا مو باب الحارة، هذا صار مول، فايت فايت والطالع طالع. من وين اجت تسمية باب الحارة؟ هي أساسا الباب ترمز للحماية والخصوصية اللي داخل الحارة، يعني أي شي بصير جواته ما بيطلع لبرا. وكل جزء كنا نشوف باب جديد عم ينفتح، باب الوطنية، باب الخيانة، باب الثورة، باب الآثار. كتير شكلوا باب القطايف، بس مع الوقت صارت كتير باب ولا طعمة تنفتح، لهيك ما عاد في إلها الهيبة الأولانية، الرهبة تبع القصة اللي كنا نتعمق فيها. المسلسل فقد رمزيته، بس رغم كل شي لهلا الناس بتعود تحكي عنه للمسلسل، وناس كتير بتتابعه، تقريبا أكتر مسلسل متابع بالعالم العربي، لأنه ببساطة صار جزء من ذاكرتنا الاجتماعية. من خلاله تعرفوا العرب على اللهجة الشامية والزيت الدمشقي والبيوت العربية. صار باب الحارة مثل غنية قديمة، حتى لو ما بتعجبك بس بتذكرك بحنين للماضي، بتضل بتدندنها بين الوقت والتاني. صح ما كان دقيق بالتاريخ، بس كان صادق بالمشاعر اللي قدمها. يمكن لهذا السبب بعد كل هالسنين لساتنا بنحكي عنه. وبعد كل هالسنين شو ضل من باب الحارة؟ ما ضل غير الذكريات، الحنين لشي كنا نتمنين إنه نعيشه بس ما عشنا. المسلسل مات فنيا بس بيه عاطفيا عند الناس، صار جزء من طفولتنا، جزء من لمة العيلة بذاك الوقت. طبعا هالشي ما بيعرفه غير السوريين، لأنه نحن من بعد 2011 ما عاد في عنا لمة للعيلة. ليش نحن خلينا المسلسل ينجح؟ لأنه ببساطة كنا دائما نحتاج لبطل خارق، مثل الأفلام تبع مارفل، الأفلام تبع دي سي فيها بطل خارق بأمريكا. نحن كنا لازم نحس إنه موجود بطل خارق عنا بالدراما وبالمسلسلات. العقيد أبو الشعب اللي كنته تصير تنتين، العقيد معتزل اللي ما بيهون عليه الغلط، الزعيم اللي بيحكي حكم. يمكن الحارة وهم، بس أحيانا الوهم أهم من الحقيقة يعني. لأنه أنت بتقدر ترسم المسار فيه. باب الحارة مو بس مسلسل، هو مراية شفنا فيها حالنا. والسؤال اليوم، بدنا نضل نعيش بباب الحارة القديم، ولا صار وقت نبني حارة جديدة، حارة تسعنا كلياتنا؟ سلام.